يعني اصل دي لها مغزى سياسي، معنى كده انك بتشكك في وطنيه الاقباط انهم يعني ليه بيلجأوا لاسرائيل، وانت عارفه اسرائيل عدو دائم لمصر. حتى بس الموضوع كان متعلق بالاوراق، والموضوع ما كانش اتهام للاقباط بقدر ما هو رصد للي حصل. يعني هو يريد الاحساس بالامان في اي مكان، ما هوش قاصر على اسرائيل وبس. زي ما قلت لك في جورجيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الأوروبية، ده وضع طبيعي. وعلى فكرة مش بس الأقباط اللي هم بيهاجروا لإسرائيل، ده في مسلمين أيضا هاجروا لإسرائيل وتزوجوا من إسرائيليات، وده وضع يمكن طرح أكثر من مرة على ساحة العمل الإعلامي وساحة العمل السياسي، لدرجة أنه هناك من طلب ورفع قضايا بإسقاط الجنسية المصرية عن كل هؤلاء طبعا. طيب. لكن لماذا إثارة هذا في هذا التوقيت بالذات؟ لكن هم الأقباط والمسلمين الاثنين حاليا بيهاجروا، لأن عدم الإحساس بالأمان مقسوم مشكلة للجميع ومقسوم على نصين الحقيقة. أستاذ ممدوح رمزي عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا على حضورك. نتمنى بإذن الله أن اللقاء القادم ما يبقاش بسبب أحداث واشتباكات، يبقى بسبب أن احنا نتناقش سويا كيف تم حل المشكلات، كيف نبني. وعايز أقول للناس قبل ما أختم، يا ريت نتقي الله وكل واحد يبقى عنده شيء من الضمير، انه مصر فوق كل انقسامات وفوق كل اعتبارات وفوق كل هدف شخصي او نظره اسفل الاقدام زي ما بيقولوا، ونتمنى ان يقيها شر الفتن، وان شاء الله يا رب يعني باذن الله نأمل الاحسن والاصلح يعني. يا رب باذن الله. مشاهدينا الكرام، دلوقتي نروح للحوار المسجل مع الاستاذ عادل حموده.